ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ بصوا يا بنات، الناس اللي لسه ما بتعرفش تفرق ما بين السمك النتاية والذكر. بصوا، النتاية اللي هي العريضة كتخن، يعني مش كطول، اللي هي اللي انا مشاورلكم عليها بالموف دي، عاملكم دايرة بالموف. الذكر اللي هي الرفيعة طويلة مش عريضة، اللي عامله لكم عليها بالازرق. دي يا بنات طعمها ما بيبقاش حلو في الاكل، وما بتبقاش ملحمه زي النتايه اللي هي الموف. فانت لما تيجي نقي السمك العريض، وياريت تجيبيه كمان الكبير مش الصغير، والله بيفرق في الطعم جدا جدا جدا. وكمان بتكون يعني ايه، ملحمه معاكي، يعني طعم وكمان ملحمه. وبتستحمل معاكي آلية اي حاجة، بتبقى معاكي زي الفل. هاتوا عينيها لما بتلمع كده، عارفين والسمكة ماسكة نفسها، مش اللي هي دبلانة او ناشفة. هاتي ايه بقى، السمك اللي احنا عارفينه، ولو في احمر اللي هو يا بنات الحتة اللي بنشيلها دي، مش عارفة اسمها ايه بصراحة، زي الديل والكلام ده، بيبقى طعمها حلو جدا. فانتي مهم جدا جدا ان انتي تجيبي العريضة. السمك سعره حلو الايام دي، هو طبعا رافع، بس يعني ايه، اكلة موفرة على قد ما نقدر. لو جبتلك سمكتين تلاتة عملتيهم سنجاري، والله زي الفل معاكي، ويشبعوا جدا جنب طبق طحينة، جنب طبق سلطة، وجبة زي الفل. ونضفوا يا بنات السمك في البيت، ما تنضفوش في المحلات. تنظيف المحلات بأمانة الله زبالة. وما تيجي نقي السمكة، نقي السمكة اللي دماغها صغيرة، مش السمكة اللي دماغها كبيرة. تمام. محلات يا بنات ما بتنضفش اللي هو بطن السمك حلو. احنا بنكون جايبين طبعا فرشة مخصصة لتنظيف بطن السمك. وكمان ما بينضفوش اللي هو اللي ما بنيجي نكحت ظهرها من الجنبين، فاهمين؟ اللي هو الحاجات اللي بيطلع ده زي قشر. والله العظيم يعني ما فيش تقريبا محل سمك اكلنا منه سمك متنضف كويس، ما فيش نهائي. فانتي هاتي السمك احسن، نقيه، وما تخليش محل يعبيلك، عشان هو اساسا معظم السمك الموجود في السوق بيبقى اللي هو الذكر اللي هو متعلم عليه بالموف. هتجيبلك ب10 جنيه طحينة، ولو وفرتي كمان وعملتها في البيت هتبقى احسن كتير. تجيبلك ب10 جنيه سمسم. طبعا الدقيق عندنا موجود في كل بيت، على شوية زيت، وهتعملي لك احلى طحينة. والله الطبق معاكي هيرمي. ممكن تجيبي سوداني لو عايزاها سوداني. لو سمسم هاتي سمسم ني، انا يعني بحب الني بصراحة، ما بحبش المتحمص. هتاخدي من كل حاجة نفس المعيار، يعني لو دقيق